السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، درسنا اليوم بالعلوم هو الدرس الثاني، التكاثر بالفسائل، صفحة 40. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسية لدرسنا هي أن الفسائل هي إحدى طرائق تكاثر النباتات اصطناعيا. تكاثر النبات اصطناعيا مثل النخل وأشجار الموز من النباتات التي تتكاثر بالفسائل. مفردات الدرس هي الفسيلة الهوائية، الفسيلة الحقيقية، الساق الكاذبة. نجي نتعرف ما الفسائل. يشتهر العراق بالنخيل، وتسمى ثمار النخيل بالتمر، وهي من الأغذية المهمة والأساسية. يتكاثر النخيل بواسطة الفسائل. فالفسيلة تعريفها نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق، وتمتاز الفسيلة وتطابق الفسيلة نبات الأم في خصائصها العامة، فتنتج الشجرة المؤنثة فسائل مؤنثة، وتنتج الشجرة المذكرة فسائل مذكرة. هناك نوعان من الفسائل، من فسائل نخلة التمر. نوع يخرج من قاعدة النخلة، ونوع ينمو مرتفعا في الجذع، ويسمى الفسيلة الهوائية. تكون الفسائل النامية حول نوعان من الفسائل، الفسائل النامية والفسائل الهوائية. النامية تخرج من قاعدة النخلة، والنوع الآخر ينمو مرتفعا على الجذوع، يسمى الفسيلة الهوائية. تكون الفسائل النامية حول قاعدة النخلة ومتصلة بالأرض، أصلح للزراعة من الفسائل الهوائية. لماذا؟ لأن هذه الفسائل تمتلك الجذور التي تساعدها على النمو السريع. ونادراً ما تستخدم الفسائل الهوائية في تكثير النخيل، وخاصة إذا توفرت الفسائل الأخرى النامية. ما أنواع فسائل نخلة التمر؟ عندنا نوعان. الفسائل الهوائية تنمو على جذع النخلة بعيد عن التربة. يوضع صندوق خشبي أو كيس حول قاعدة الفسيلة بحيث يحيط بجذع النخلة الأم بالكامل. يملأ الصندوق بمزيج من التراب والسماد، ويتم ريه بالماء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى أن تظهر الجذور عند قاعدة الفسيلة، وحينئذ يمكن فصلها عن النخلة الأم وزراعتها. ما النباتات الأخرى التي تتكاثر بالفسائل؟ توجد نباتات أخرى تتكاثر بطريقة استخدام الفسائل إضافة إلى نخيل التمر. من هذه النباتات نخيل الزينة، وتعرف أيضاً بالسايكس، يسمونه اسم ثاني هو السايكس. ويعد هذا النبات من أغلى نباتات الزينة وأطولها عمراً، حيث يمتد عمرها إلى 50 عاماً. شكل الخارجي يشبه النخلة، وله جذع أسطواني وأوراق أي سعف، يكون ملمسه ناعم. هذه الأوراق تنتهي بأشواك مدببة كما في سعف النخيل التمر. أفضل الأجواء لنمو نبات السايكس
هي البيئة الرملية ذات الجو المعتدل. ما الأجواء الملائمة لنمو نبات الساكس؟ الموز. نجي نتعرف على الموز. الموز ما هو الموز؟ الموز نبات عشبي معمر يتكاثر بالفسائل. تقع ساق الموز تحت التربة وتسمى بالساق الحقيقية. إذا ساق الموز تحت التربة وتسمى بالساق الحقيقية. أما الجزء الظاهر فوق سطح التربة يسمى بالساق الكاذبة. تتكون فسائل الموز من البراعم الموجودة على الساق الحقيقية، حيث تفصل هذه الفسائل عن النبات الأم وتزرع مباشرة في التربة. تصلح التربة الرملية لزراعة الموز، ويجري إعداد التربة لزراعة الموز من خلال تسميدها بسماد عضوي، وتحرث وتنعم وتسوى، ويتم تخطيطها إلى خطوط تبلغ مساحتها بين خط وآخر من 75 إلى 100 سنتيمتر. تغرس الفسائل في هذه الخطوط وتروى جيدا بالماء. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.